قديس عند المسيحيين اسمه القديس يوحنا الدمشقي، بيقول في كتاب له اسمه ال100 مقال في الإيمان الأرثوذكسي في الكتاب الرابع صفحة 230، بيقول صراحة بالسجود لعود الصليب وسائر ما قدسه المسيح بلمسه إياه، وإن الصليب تقدس بلمسه الجسد والدم الأقدسين، بل وقال ويجب السجود للمسامير والحربة وثياب المسيح ولمساكنه التي هي المزود اللي هي الزريبة. طب يا فندم ما هو ممكن يكون وهو قاعد كده بقرة لحسته، ووارد يحصل، مش قصدي إهانة بس ما علينا نكمل. وبيقول إن يجب السجود أيضا للمغارة والجلجلة وقبره ولصهيون، وبعد كده بيقول إن يجب السجود لرسم الصليب على أنه شارة للمسيح، ولا ينبغي السجود لمادة الصليب. يعني لكم أن تتخيلوا كده إن أنا لو رسمت على السبورة اللي ورايا الصليب وقلت المسيحي اسجد ليها لأن دي إشارة المسيح، لازم يسجد. مثلا مسكين له كتاب اسمه الصليب المقدس في صفحة 9 بيقول كلام في منتهى الأهمية، بيقول صراحة وها هي كنيستنا لا تزال تحتفظ بإيه يا فندم؟ بالتوحيد؟ لا. بعبادة الله؟ لا. بعبادة إيه طيب؟ لا تزال تحتفظ بالتسابيح والتماجيد التي كانت تقدم لخشبة الصليب المقدس، ويقصد هنا الخشبة اللي اتحط عليها المسيح إلههم عندهم، تمام. وبعد كده بقى بيقول الجملة المهمة اللي أنا استغربتها، ولكنها تقدمها الآن أمام أي صليب. ابيض. يعني كلام يوحنا الدمشقي اللي كان على صليب يسوع نفسه اللي اتحط عليه المسيح في ايمانهم، اللي اتصلب عليه اله النصارى، متى المسكين بيقول ان احنا التمجيد ده اللي كان بيتعمل لصليب المسيح احنا بنعمله دلوقتي لاي صليب. يعني كان ناقص يقول ها هي كنيستنا تقدم التماجيد والتسابيح وبشكل رائع نحو الوثنيه والاوثان.